لا انا لسه مرات بسألك. اسالها اقول لها انتوا ليش سويتوا كذا؟ تقول لي ما ندري. نسيت. ما شو انا بتذكر، ما مش مذكرة ولا حاجة انا من البروجرام الصراحة. مذكرة بس ادم، هذا المهم. مشكلة مع بنت ايه، في خناقة حتصير، خناقة هيك يعني. اول مرة اعصب في البروجرام، اعصب هيك يعني، حتشوفونها. عن جد انتوا الحلوين وانتوا اللطف. انا يعني شو بقولكم، كتير فرحانة، كتير مبسوطة انه الحمد لله في كتير ناس بتحبني وحبوني صح من الحلقة الاولى. وما الحمد لله ما عندي يعني ناس يعني سلبيين كتير، وهذا شيء اوكي يعني، شيء كتير حلو. وكتير فرحانة. اما الناس طبعا اللي هذه بتكون بتهاجمك انه كأنك انت سويت لهم شيء، هذه انا بالنسبة لي ناس مريضة. بتيجي بتقولك ربي حيعذبك ومش عارف ايش. لا بدي اقول شغلة، لما بتلاحظوا جايز في عندنا احنا العرب بعض الاشياء مثل تناقض. فهمتوا؟ عندنا تناقض. يعني مثلا انه شخص مثلا حيدخل علي انا مثلا، اوكي، حيدخل على وجدان في الانستغرام، حيلقاها مثلا لابسه هيك ولا جيب، ولا حيقول لها اوه انتي حتروحين القبر، حتتعذبين، ربي سبحانه وتعالى حيسوي لك كذا. هو نفس الشخص، هو هذا نفس الشخص بيدخل عند كيم كارداشيان ولا اي وحده مشهوره انترناشونال، مرات تلقاها داخلك بالخاص بقى. ايه سكسي، واو شو يعني هذيك ايش. في تناقض، في شيء عندهم. فبقول لا، وتلاقيه حاط صورة او هي حاطة صورة بومة هيك في البروفايل، في شيء مو طبيعي. ولا تلاقيه هو عمره 13 سنة. يعني اذا الواحد جلس يدقق في الناس هذه اللي هي بتشتم هو كشخص، مش انا بحب الناس اللي بينتقدوني بس برقي يعني، لانه انا ماني بيرفكت، حتى انا بغلط يعني، وكلنا بنغلط. ما في انسان على وجه الكرة الارضية ما سوى غلط في حياته، كلنا يعني. عشان يجي شخص ويهاجمك انه بطريقة يعني حقد وكره، انه على اساس انه انت ملاك نازل من السماء، لا يا حبيبي، كمان يعني كلنا بنغلط، اوكي. فاذا بتنتقدني انتقدني بطريقة حلوة، انه على الشيء اللي انا سويته، وحتى احنا بنتعلم يعني. حتى الاكسبيرينس تبع البروجرام كانت تجربة لنا كلنا تعلمنا منها. وكمان بدي اقول شغلة كثير مهمة، انه في بعض الناس دخلوا للبروجرام، انا بس بوجهة نظري انه كانوا بيقلدوا شخصيات، اوكي. كانوا مش، انا مثلا بدي اقول مثلا انا فرح تبع السيزون وانا كثير بحب انه انا حتى انه انا ما شفت البروجرام، بس بشوف انه هذه شخصيتها هيك، انه هي بتعصب وكذا، جايه معاها كذا كاركتر كتير حلو. فرح كانت تعصب على ايه الحق. وتعصب على الحق، صح، انسانه هيك يعني، كاركتر كتير حلو. لما يجي شخص ويقلدها ما حيجي حلو. مثل هيفاء وهبي، شفتوا هيفاء وهبي كيف حلوه، وكيف كانت هيك دلوعة وكذا. فأي شخص الحين بيطلع بيقلد هيفاء وهبي، أي وحدة بتقلد هيفاء وهبي يعني صار يعني بتجي كتير بشعة يعني، فهمتوا؟ فالإنسان يحاول إنه هو يبين بشخصيته بطبيعته. عشان هيك أنا الناس مثلا بشوف الناس إنه حبوني إنه أنا عفوية، أنا ما بتصنع يعني، والله في البروجرام تصوير مش عارف إيش ما بيهمني. فهذا الشيء. وبدي أبارك لجيهان وداني، بدي أقولهم ألف مبروك، إن شاء الله يا رب نشوفوا أطفالكم وتفرحون، ونشوفكم إن شاء الله عايشين أحلى حياة في الدنيا. وأنا صراحة جيهان وداني أحلى علاقة حب
بالنسبة لي في السيزون 1 وفي السيزون 2 بالصراحة. ايه وبيشوفوك انك قلتيها. ايه بس على فكرة هذه قلتها في البروجرام، حتسمعوها في يوم. يعني صراحة علاقتهم ما شاء الله تبارك الرحمن حب، يعني بتشوفون انه هيك حب. فبنتمنى لهم، انا من قلبي بتمنى لها كل الخير يا رب. يقول لك خلصتي ساعة بس يبغى لك 83 دقيقة أكثر من نشوف. ساعة. تسحبك إعدادات 20 احنا 54 دقيقة، لسه باقي لنا النص، اكثر من النص. لا قل. لسه في لايف حيكون مثلا ممكن نعمله بكرة مثلا، اوكي، انه هيك عشان نشيل هذه. فحيضلوا يعني باقي يوم واحد بس لازم نكمل اللي هي باقينا شوية نبقى حتى نكمل. حبيت لكم هنا حبيت في الشارع عشان اكمل لكم